في أعماق الأرض كاين سر خطير كيحرك العالم: البترول. ولكن منين جا هاد السائل الأسود؟ القصة كتبدا قبل ملايين السنين في البحار القديمة، فين كانت كائنات صغيرة بزاف بحال العوالق البحرية كتعيش وتموت. من بعد ما كتموت كتغرق في القاع ديال البحر وكترسب فوق بعضها البعض وكتغطى بطبقات من الرمل والطين. ومع مرور الوقت والملايين السنين كيتزاد الضغط وكتطلع حرارة بشكل كبير، وهنا كيبدا التحول الحقيقي. هاد المواد العضوية كتحول تدريجيا إلى بترول. يعني ببساطة البترول اللي كنستعملوه اليوم هو في الأصل بقايا كائنات حية قديمة جدا. هاد العملية كاملة خدت ملايين السنين حتى يتجمع البترول في خزانات طبيعية تحت الأرض. ومن بعد كيدخل الإنسان في القصة، كيبدأ البحث على هاد الثروة المخفية. كيستعملوا العلماء تقنيات متطورة بحال المسح الزلزالي باش يحددوا فين كاين البترول. ومن بعد كيبدأ الحفر، آبار عميقة كتخترق طبقات الأرض حتى كيوصلوا للخزان. وملي كيوصلوا كيبدأ استخراج البترول وكيطلع لسطح الأرض عبر أنابيب ضخمة، ومن بعد كيتنقل عبر السفن أو الأنابيب حتى كيوصل للمصافي. في المصافي كيتحول البترول لعدة منتجات بحال البنزين، الديزل وغاز الطهي. وماشي غير هكا، حتى البلاستيك اللي كنستعملو يوميا جا من البترول. وحتى في الأدوية وحتى في مواد التجميل كاين دور كبير للبترول. يعني ببساطة البترول داخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية. ولكن رغم هاد الفوائد كاين ثمن كبير كنخلصوه، حيث استخراج واستعمال البترول كيساهم بشكل كبير في تلوث البيئة، وكيزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ اللي كيأثر على الكوكب كامل. لهذا العالم كامل بدأ كيقلب على حلول بديلة بحال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طاقات نظيفة تقدر تحافظ على البيئة وتضمن مستقبل أفضل. وفي الأخير البترول ماشي غير سائل أسود، بل هو قصة طويلة بدأت من كائنات صغيرة في البحار القديمة، ولات اليوم قوة كبيرة كتأثر على العالم كامل.